حكايتنا بتبدا في مدينه يابانيه، والدنيا كانت هاديه على الاخر، كل حاجه طبيعيه والناس ماشيه في حالها. بس فجاه الدنيا ولعت وكايزو ظهر في وسط المدينه وبيحرق وبيكسر كل حاجه، والناس عماله تجري وبتصرخ في كل مكان. والشرطه ساعتها دخلت على طول وبدات تضرب عليه صواريخ، بس من غير اي فايده. الوحش واقف ولا كأن حاجه بتحصل له، ومحدش قادر عليه ومش عارفين يعملوا له حاجه، وشكلها دي النهايه. بس في اللحظه ديت في طياره بتظهر وبتنزل منها بنت ماسكه السلاح بتاعها ومعاها الفريق بتاعها، وبداوا يهجموا على الوحش ضربات سريعه جدا ومنظمه. وهوبا الوحش بدا يتاثر، وساعتها البنت بتستغل الفرصه وبتسحب السلاح بتاعها، وهوبا ضربه واحده دمرته. نعم انها العظمه يا ساده. الناس كلها كانت فرحانه والكل كان بيهتف للفايلق دوت. بس من ناحيه تانيه بقى بنشوف واحد واقف لوحده وكان زعلان ومتضايق جدا، وهو ده عمنا هينو. كان بيبص للناس وهم بيحتفلوا بيهم وبيقول لهم طب احنا برضك المفروض تحتفلوا بينا زيهم، مش احنا اللي بننضف ده كله؟ ولا هم عشان بيقتلوا في الوحوش يبقوا هم بس الابطال؟ وبعدها عمنا هينو راح مكان جثه الكايزو وبدا يقطع فيه عشان المكان يرجع زي ما كان. والوقت كان بيعدي بسرعه والليل جه وكل واحد رجع بيته. هينو رجع تعبان ورمى نفسه على السرير وفتح التلفزيون، والنشره كانت بتتكلم عن الانجاز العظيم اللي عمله الفايلق النهارده، وعلى راسهم مينا بطله المدينه اللي دمرت الوحش بضربه واحده من سلاحها. هينو سمع الكلام دوت وقفل التلفزيون على طول. وبنشوف هينو ومينا لما كانوا صغيرين كانوا اصحاب وكانوا دايما مع بعض، وكان بيطمنها دايما ويقول لها ما تقلقيش من حاجه يا مينا، انا هفضل معاكي ولو اي حد ضايقك انا هزعله. بس في يوم من الايام الوحوش ديت هجمت على المدينه ومعظم الناس اتقتلوا بصوره بشعه جدا، وهما الاثنين قدروا يهربوا من المدينه وقعدوا زعلانين على اللي حصل لهم، وكان جواهم حزن وغضب من الوحوش ديت يكفي ان هو يدمر العالم كله. وفي اللحظه ديت وعدوا بعض ان هما لما يكبروا هينضموا هما الاثنين لفايلق قطعه الكايزو وهيبيدوهم ومش هيخلفهم واحد عايش. بس دلوقتي مين حققت حلمها خلاص، بس صاحبنا فشل زي ما هو، وكل مره كان بيقدم في الفايلق كان بيترفض على طول عشان قوته البدنيه ضعيفه. وسنه ورا سنه خلاص صاحبنا فقد الامل ان هو يحقق حلمه وينفذ وعده، وخلاص ما بقاش في اي حاجه في ايديه. وتاني يوم هينو راح يكمل شغله وقابل زمايله ولقى واحد جديد انضم ليهم واسمه اشكاوا. الكل كان بيضحك عليه وبيقولوا لهينو الحق في واحد زيك انضم لينا من اول يوم بيقول نفس كلامك قبل كده ان هو هيبقى عضو في فرقه الدفاع عن المدينه. هينو ساعتها زعل بس ما ردش عليهم وفضل ساكت. بس اشكاوا قال لهم على فكره انا مش هستسلم ابدا، يضحكوا زي ما تضحكوا بس انا عندي حلم وهحققه مهما حصل. هينو لما سمع الكلام دوت فرح وحس ان في واحد زيه مؤمن بالحلم بتاعه وقال له تعالى معايا، وبدأ يساعده في الشغل ويعلمه كل حاجة يعرفها. وفعلا اليوم الأول لإشكاوا خلص وخلاص بعد الشغل كل واحد رجع بيته، بس إشكاوا رجع يتكلم مع هينو وقال له شكرا ليك على المساعدة بتاعتك النهارده. بس بص له وهو زعلان منه وقال له يا صاحبي انت ليه مستسلم كده؟ انت كنت اكتر واحد متحمس ان انت تنضم لفرقة الدفاع ودلوقتي فقد الامل ليه؟ انا عاوز اقول لك حاجة قبل ما امشي، النقابة رفعت سن المتقدمين ل 32 سنة، يعني انت لسه قدامك فرصة عشان تنضم ليهم. وطبعا مش هقول لك انت المفروض تعمل ايه، بس اياك تستسلم يا صاحبي. وقتها هينو فرح وشكر على كلامه وتشجيعه ليه. بس فجأة وبدون اي مقدمات كايزو خطير طلع من تحت الارض وهجم على اشكاوا وكان خلاص هيقتله. بس في اللحظة ديت هينو اتدخل على طول وصرخ فيه وقال له اهرب يلا وروح بلغ قوة الدفاع ان في وحش ظهر في المدينة. اشكاوا ساعتها قال له طب انا لو مشيت اكيد الوحش دوت هيقتلك ومش هيسمع عليك. هينو ساعتها رد عليه وقال له لو فضلنا احنا الاثنين هنموت، اهرب انت وحقق حلمك وما تقلقش عليا. بس اشكاوا ما كانش عارف يعمل حاجة، بس هينو زعقله وقال له انت لسه واقف يلا امشي من قدامي. وفعلا اشكاوا سمع كلامه وسابه ومشي. هينو ساعتها ما كانش قدامه حل ووقف قدام الوحش وقال له تعالى يلا انا هعلمك الادب النهارده. وبدا يلف بيه في كل حته والكايزو كان وراه ومش هيسيبه، ودخل بيت وفضل ماشي جواه ونط من الناحيه الثانيه. بس اول لما نزل لقى الوحش وراه وهوبا ضربه طيارته ولسه هيقوم واحده ثانيه كسرت رجليه وخلاص الواد ما عادش قادر يتحرك وبص على رجليه المكسوره وعرف ان ديت لحظاته الاخيره وخلاص شكلها دي النهايه يا صديقي. الوحش ساعتها جمع كل قوته وهجم عليه وخلاص دخله جوه بقه وهياكله. بس في اخر لحظه اشكاوا اتدخل وادى للوحش ضربه بعدته عنه. هينو ساعتها انصدم وقال له انا مش قلت لك امشي من هنا ولا ايه؟ بس اشكاوا قال له ما تقلقش انا بلغت قوه الدفاع باللي حصل وهما جايين في السكه دلوقتي ويلا نلحق نهرب احنا الاثنين يا اما الوحش هياكلنا دلوقتي. بس الوحش اتعصب على الاخر وجمع كل قوته وهجم عليهم وخلاص كان هيقتلهم. بس انت متخيل ان هما هيموتوا؟ لا والله هوبا الاثنين
ظهر وبعد الوحش عنهم، وفي اللحظه ديت مينا وصلت وبطلقه واحده خلصت عليه وهي اللي انقذتهم. بس لاحظت ان هينو مجروح بس ما عبرتهوش واتصلت بالاسعاف تيجي عشان تعالجه، وبعدها راحوا المستشفى وتعالجوا. هينو كان قاعد متضايق جدا من نفسه وبيفكر في النظره اللي بصتها له مينا قبل ما تمشي، وبيقول في نفسه هو انا هفضل فاشل لحد امتى؟ هفضل ضعيف ومستني اي حد يساعدني لحد امتى؟ طالما رفعوا سن التقديم ل 32 سنه فانا اكيد مش هستسلم وهقدم المره ديت وهبقى واحد منهم وهنفذ الوعد بتاعي واقف جنب مينا في ساحه المعركه ومش هخليها تبص لي ببصه الاحتقار دي تاني. بس فجاه لقى كان غريب ظهر من العدم واقف وبيبص له ولسه هيتكلم الوحش دوت هجم عليه ودخل جسمه على طول. هينو كان عمال يصوت وحس بألم مش طبيعي وشكله بدأ يتغير، وساعتها ايشيكاوا بيبص له لقى صاحبه اتحول لكايزو. الواد كان بيصوت ومش مصدق ان دوت هينو، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه دوت وايه اللي حصل؟ وكان في راجل عجوز معدي بالصدفه وشاف هينو بالهيئه ديت. الراجل ساعتها خاف واتصل بالشرطه وهيئه الدفاع عشان يقتلوه. هينو ساعتها اترعب وواحد فاهم العجوز كل اللي بيحصل له، بس اول لما لمس الجدار كسر المكان كله. يا الهي ما هذا؟ ايه القوه دي كلها يا ابني؟ العجوز ساعتها اغمى عليه، وهينو وايشيكاوا ما كانوش مصدقين القوه دي كلها. وفي نفس الوقت الخبر وصل لقوه الدفاع ان في كايزو ظهر في نفس المستشفى اللي فيها هينو. مينا اول لما سمعت الكلام دوت خافت وقلقت على هينو وافتكرت الوعد اللي وعدوه سوا زمان، وعلى طول جمعت الفريق بتاعها وراحوا على هناك. وبنرجع لايشيكاوا اللي كان بيبص لهينو وبيقول له ايه يا ابني انت جبت القوه دي كلها منين؟ الواد ساعتها بيحكي له كل حاجه وبيقول له والله يا عم انا مش فاهم اي حاجه، ازاي اصلا في وحش يخش جسمي ويحولني بالهيئه ديت؟ واكيد قوه الدفاع لو شافينه بالهيئه ديت مش هيصدقوا ان انا هينو وساعتها هيقتلوني ومش هكون وقفت جنب مينا، لا ده انا هكون ميت على ايديها. بس ايشيكاوا طمنه وقال له ما تقلقش يا عم، تعالى في منطقه محظوره هنخبي نفسنا فيها لغايه لما يمشوا. وقبل ما يخشوا هينو حس ان في حاجه غلط وقال له ان في حاجه قريبه مننا بس مش فوق، لا ده ماشي تحت الارض. وساعتها كايزو عملاق بيظهر في الشارع اللي جنبهم، وساعتها هينو بيقول له ده نفس الكايزو العملاق اللي قابلناه امبارح، يلا نلحق نروح هناك ممكن يكون في حد مصاب ولا حاجه. وبسبب الدمار اللي عمله الوحش كان في وقعت تحت الحطام وبنتها عماله تعيط وعاوزه تلحقها بس مش عارفه تعمل لها حاجه. والبنت وهي بتعيط الكايزو سمع صوتها وقرب منها عشان ياكلها، بس على مين؟ احنا معانا هينو ابن الجامدين. وساعتها وصل في الوقت المناسب وادى للوحش بوكس طياره من المكان بالكامل. ايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. البنت اول لما شافته اترعبت اكتر من شكله. الواد حاول ما يخوفهاش بس البنت كانت مرعوبه، وساعتها سابها وشال الحطام اللي على جسم امها وقال للايشيكاوا احميهم كويس عشان الضربه اللي جايه هستخدم فيها كل قوتي. ايشيكاوا سمع الكلام دوت وبعد عنه واستنى يشوف المجزره اللي هتحصل. هينو بص للوحش وقال له تعالى يالا انا هعرفك مقامك النهارده، وجمع كل قوته وهالته اتغيرت وملت المكان بالكامل. وساعتها ضرب الوحش بكل قوته وهوبا دمره بضربه واحده وخلى اشلاءه تطير في كل حته. ايوه انها العظمه يا ساده. وبعدها راح يطمن عليهم بس البنت الصغيره كانت لسه مرعوبه وبتقول له ابعد عني. الواد ساعتها زعل من كلامها وقال لها ما تقلقيش انا همشي اهوت. بس البنت حست بالغلط بتاعها ونادت عليه وقالت له شكرا ليك. الواد كان في قمه السعاده من كلامها وقال اخيرا حد قدرني، اخيرا حد حس بيا في العالم دوت وشكرني على حاجه انا عملتها. وطول ما هو ماشي كان بيتخيل نفسه واقف جنب مينا في ساحه المعركه وكل الناس بتهتف باسمه، وكان فرحان على الاخر وشال القناع اللي على وشه وقال ديت هي البدايه بس انا هقضي على كل الوحوش اللي موجوده في العالم دوت. ايشيكاوا ساعتها بص له وقال له يا عم فكك من الكلام ده دلوقتي، يلا نهرب قبل ما مينا توصل وتقتلك. قوه الدفاع لو شافوك بالمنظر دوت اكيد مش هيرحموك. وفعلا العيال يا دوبك مشوا من هنا الفلا كان وصل ولقوا الكايزو مقتول واشلاء في كل حته ومش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. وساعتها بصوا على البنت الصغيره وقالوا لها مين اللي انقذك وقتل الوحش؟ بس البنت كانت خايفه جدا وما اتكلمتش وما قالتش اي حاجه. مينا راحت لها وقالت لها ما تقلقيش اوعدك ان انا هقتل كل الكايزو اللي موجودين ومش هخليهم يأذوا اي حد تاني. بس البنت اتعصبت من كلامها وقالت لها لا اوعديني ان انت مش هتأذي الكايزو الطيب اللي انقذني انا وامي. مينا ساعتها انصدمت من اللي سمعته ومش مصدقه هو ايه دوت. وفي نفس الوقت الاخبار انتشرت في المدينه كلها والراجل العجوز قال لهم على مواصفات الكايزو اللي شافه في المستشفى، وساعتها عرفوا ان كلام البنت صح واستنتجوا ان هو اللي قتل الوحش وهرب. والاخبار انتشرت ان دوت اول كايزو في التاريخ ما قدروش يمسكوه بعد ما ظهر ولا عرفوا هو راح فين اصلا، وسموه كايزو رقم 8 واي حد يشوفه لازم يبلغ عنه على طول. ايشيكاوا ساعتها كان قلقان جدا على هينو وخاف ان في حد يمسكه. وبعدها جاله راجل واداله ورقه فيها نتيجه المرحله الاولى للتقديم لفايله قطعه الكايزو واخد النتيجه بتاعته هو وهينو. والواد كان فرحان اول لما فتح الورقه وعرف ان هما الاثنين نجحوا في المرحله الاولى وانتقلوا للمرحله الثانيه من التقديم، وكان مبسوط على الاخر. وعلى طول راح لهينو عشان يبارك له ويحتفلوا سوا
واول لما وصل هناك لقى وشه متحول وقاعد يلعب ومش همه اي حاجه. ساعتها اتعصب عليه واتخانق معاه عشان هو مطلوب والناس كلها عاوزه تعرف هو مين، ولو حد شافه بالهيئه ديت هيبلغ الفيلق ويجوا يقتلوه على طول ومحدش هيعرف ينقذه ساعتها. وفي الاخر قال له انا جيت هنا بس عشان اقول لك الف مبروك، انا وانت عدينا المرحله الاولى بنجاح. هينو ما كانش فرحان وقال له عادي انا كده كده بعدي منها كل مره، بس باجي في المرحله الثانيه وبترفض على طول، بس دلوقتي انا بقيت قوي جدا وهنجح ومش هترفض تاني. وبعد فتره جه موعد اختبار المرحله الثانيه ووصلوا هناك، واول لما شافوا اللي مقدمين انصدموا. كلهم شباب عندهم 20 سنه وباين عليهم ان هم اقوياء جدا وما بيهزروش خالص. وهم واقفين في بنت دخلت عليهم وطلبت من هينو ان هو يشيل العربيه بتاعته عشان تركن مكانه. الواد مش فاهم حاجه وقال لها مش معنى المكان ده بالذات، يعني الدنيا واسعه قدامك اركني في اي حته انت عاوزاها وانا مش همشي من المكان دوت، وبينا هتعملي ايه؟ البنت ضحكت عليه وقالت له عجوز زيك بيتكلم معايا كده؟ طالما انت مش عاوز تنقلها فانا هشيلها بنفسي. وبالله البنت فعلت قوتها وشالت العربيه بايدين واحده وقامتها قدامه. كل اللي كانوا موجودين انبهروا بقوه البنت ديت وقالت له 55 ده رقم حظ النهارده ولازم انا افوز باي طريقه، وعشان كده انا هفوز النهارده ومحدش هيقف قدامي وهطلع الاول عليكم كلكم. بس هينو ساعتها اتعصب وما سكتش هو كمان، وراح على العربيه بتاعته وشالها بايدين واحده وعدلها تاني وقال لها ده عند ابوكي ورينا هتطلعي الاولى ازاي وانا موجود. البنت ساعتها انصدمت من قوته عشان دي اول مره تشوف حد قوي زيها كده، بس ما استسلمتش هي كمان وبصت له وقالت له شينوميا احفظ الاسم دوت كويس عشان هتسمعه كتير الفتره الجايه، وسابته ومشيت. وبعدين الامتحان بدا، واول مرحله اللياقه البدنيه، وطبعا كلنا عارفين صاحبنا في ال30 ومش قادر يعمل حاجه والاختبار كان صعب عليه، بس ما استسلمش وحمس نفسه وقال لا انا مش هستسلم ابدا، وفضل ثابت مكانه وكمل لحد النهايه. وفي نفس الوقت النقيب هوسونا راح لمينا واداها الاسماء اللي مقدمين السنه ديت. مينا ساعتها بصت في الورق واول لما شافت هينو موجود زعلت على طول، وكانت عارفه ومتاكده ان هو حتى لو نجح في المرحله الاولى واختبار اللياقه البدنيه مستحيل يعدي في الاختبار الاخير مهما حصل. وفعلا معظم الناس عدوا اختبار اللياقه وراحوا للاختبار الثاني. النقيب هوسونا راح وقال لهم الف مبروك، بس الاختبار دوت كان لعب عيال، اللي جاي هو اللي هيحدد مصيركم كلكم واللي هيعدي منه هيبقى في فيلق الدفاع. وفتح البوابه اللي وراه وقال لهم شايفين الكايجو دي كلها؟ انتوا هتدخلوا هناك ولازم تخلصوا على كل اللي فيها. العيال ساعتها اترعبت ومش مصدقين نفسهم وعرفوا ان الاختبار الاخير دوت صعب جدا مش اي حد يعرف يعديه، بس ما قدامهمش حل تاني. وبعدين دخلوا جوه عشان ياخدوا الادوات بتاعتهم اللي هيحبوا بيها، وكل واحد لبس البدله بتاعته. وهوشينا قال لهم البدله ديت هتعزز القوه الجسديه عندك وهتبلغني بالمؤشرات الحيويه، وكمان هتقيسوا القوه القتاليه بتاعتكم، ويلا جهزوا بقى عشان هنشوف كل واحد فيكم. وبعدها قاسوا قوه كل واحد فيهم، وفي اللي جاب 18 واللي جاب 15 واللي جاب 14، واشكاوا كان جاب 8. اما بقى اقوى واحده فيهم كلهم واللي حصلت على قوه قتاليه 46% فهي شينوما. الكل ما كانش مصدق ان في حد لسه مقدم وعنده القوه القتاليه دي كلها. بس انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ايوه، هو عمنا هينو فين؟ محدش نادى على اسمه ليه؟ بس دوت عمل معجزه، جاب رقم محدش جابه قبل كده ولا حد هيجيبه بعده. ايوه زي ما انت متوقع كده 0 من 100، نفس درجاتي في امتحان الانجليزي بالظبط. الله يخرب بيتك يا عم، انت جايب الجمدان ده كله منين؟ والكل كان عمال يضحك عليه ومش مصدقين اللي شايفينه، وبيقولوا هو دوت جاي يعمل ايه هنا؟ ده مش هيقدر يشيل السلاح بتاعه حتى. وبعد ما كل واحد عرف النتيجه بتاعته اخدوهم لساحه المعركه وقالوا لهم الساحه ديت مفيش فيها اي شروط، اي واحد هيعرف يقتل كايجو واحد بس ويرجع بالسلامه فهو مقبول. اما لو في حد اتصاب وحصل له حاجه ففي نظام في البدله ديت هيقدر يحميك لو انت كنت هتموت، بس خلي بالك اي حد هيفعل النظام دوت فهو بكده هيسقط في الاختبار. وبالتوفيق ويلا ابداوا. العيال ساعتها جريوا كلهم في ساحه المعركه، وشينوما جريت في المقدمه وشافت اول كايجو قدامها وقتلته على طول، ودخلت على اللي بعديه وخلصت عليه هو كمان بضربه واحده. الكل ساعتها انصدم من قوتها، ازاي ديت اول مره تشارك وعندها القوه دي كلها؟ ده على النظام دوت هتموت كل الكايجو اللي موجودين. ومن ناحيه ثانيه بنشوف هينو ما كانش قادر يشيل السلاح بتاعه، واشكاوا كان معاه، ولو فضلوا هما الاثنين كده هيسقطوا في الامتحان، وكمان مش هيقدر يتحول عشان الكاميرات مراقبه كل حته في المكان. الواد ساعتها عرف ان هو لو فضل على الحال دوت هيسقط، وافتكر الوعد بتاعه هو ومينا زمان وشجع نفسه على طول ورمى السلاح اللي في ايديه واخد المسدس بتاعه وراح على كايجو قدامه وقال طالما انا مش هقدر اقتل كايجو فعلى الاقل اساعد زمايلي وافيدهم باي حاجه. وراحوا عند اتنين بيحاربوا كايجو عملاق ومش عارفين يعملوا له اي حاجه، والوحش كان جلده سميك جدا ومش عارفين يصيبوه، بس وقتها هينو اتدخل ورمى قنبله صوتيه شلت حركته وقال لهم اضربوه في منطقه الصدر، المنطقه ديت اضعف حاجه في جسمه كله. العيال ساعتها سمعوا كلامه وفعلا قضوا عليه في ثواني معدوده، وطبعا هينو كان عارف الكلام ده كله عشان بيشرح جسمهم كل يوم. وبعدين سابهم ومشي وكمل هو واشكاوا عشان
يساعد بقيه الفريق. بس فجاه وهما ماشيين كايزو عملاق ظهر من تحت الارض وادى واحده لهينو لزقته في الجدار. الواد من قوه الضربه جسمه اتكسر بالكامل واتصاب في كل حته واعضائه الحيويه اتضربت بالكامل. الوحش قرب منه وخلاص كان هيقتله، والقاده ساعتها كانوا شايفين اللي بيحصل وخلاص هيفعلوا النظام عشان ينقذوه. بس في اخر لحظه شينوما وصلت وخلصت على كايزو في ثواني، وبعدين راحت له واستهزأت بيه وقالت له بقى واحد زيك عاوز ينافسني انا؟ خاف على نفسك بعد كده. وسابته ومشيت وكملت طريقها. الاعضاء ساعتها كلموا هينو وقالوا له ايه يا ابني حالتك صعب على الاخر، اعضائك الحيويه متدهوره وعندك كسور في كل مكان، لو مش هتقدر تكمل وتقف على رجليك تاني فاحنا مضطرين ان احنا نفعل النظام وتمشي من المكان ده على طول، ايه رايك؟ الواد كان عارف ان مينا بتتفرج عليه وقال مستحيل ابان ضعيف قدامها مره تانيه، مستحيل اخسر وانسى الحمل اللي وعدته ليها قبل كده. وجمع كل قوته وقام وقف على رجليه المكسوره. بس هيعمل ايه؟ اول لما وقف ما كانش قادر يتحرك. بس انت مفكر ان اشكاوا هيسيبه؟ لا والله. اشكاوا قال له ما تقلقش يا صاحبي، فاكر لما انقذتني قبل كده وسبتني اهرب؟ خلاص انا دلوقتي هرد لك الجميل. وشاور على كتفه عشان يكملوا المهمه بتاعتهم. النقيب هوشنا كان هيموت على نفسه من الضحك، ايه اللي بيحصل دوت؟ هو ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ ومن ناحيه تانيه شينوما بدات تهجم وتبيد كل الكايجو اللي موجودين في المدينه، وقوتها مش محدوده واي كايجو بيقف على طول قدامها بتخلص عليه. وراحت لاخر واحد وكان جسمه صلب وقوي جدا. بس على مين؟ احنا معانا شينوما بنت الجامدين. وساعتها رمت قنبله دخانيه وطلعت عليه في الجو ووقفت عليه وواحده بالسلاح بتاعها. ومع السلامه انت. الكايجو اللي كانوا موجودين في المكان تم ابادتهم بالكامل، وشينوما اصبحت اعلى تقييم ومعدل قتل بين المتقدمين كلهم. والمدراء كانوا مصدومين من قوتها وبيعلنوا ان الاختبار انتهى وامروهم ان هم يمشوا من المكان. والعيال ساعتها كانوا فرحانه وخلاص كملوا المهمه بتاعتهم. وشينوما كانت لسه هتسيب المكان وتمشي، بس فجاه كايجو ظهر وراها وهوبا ادالها واحده في قلبها. ايه يا عم انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي بيحصل بالظبط؟ البنت وقعت على الارض وبدات ترجع دم ومش فاهمه اي حاجه، وركزت قوه الشفاء بتاعها في منطقه الجرح وحاولت تجمع قوتها وتعالج نفسها. وقامت وقفت تاني، بس الوحش اول لما شافها انصدم هو كمان. وكمان بنكتشف ان هو بيتكلم زينا زي البشر وبيقول لها ايه دوت؟ هو انت لسه ما متيش؟ انت شكلك كده قويه، بس ما تقلقيش انا كده هموتك. انا احييت كل الكايجو اللي انتوا قتلتوهم وفي خلال دقايق هيرجعوا تاني وخلاص دي النهايه وشكل الدنيا هتولع يا صديقي. وفي نفس الوقت بدله شينوميا بعتت للمدراء اشاره بتطور حياتها الصحيه، وكمان لاحظوا المؤشرات الحيويه اللي في مواقع الكايجو وكانها بتتولد من جديد. وشكل كده كلامه صح، وعلى طول شغلوا جهاز الانذار وامروا باخلاء المكان. ومينا وهوشينا راحوا للمكان بسرعه قبل ما حد يحصل له حاجه. وفي نفس الوقت الوحش ضرب شينوميا جامد وصابها في كل حته، والبنت حاولت تجمع قوتها تاني وتعالج جسمها ووقفت عشان تلحق بيه، بس لقيته اختفى. والكايجو اللي كانوا موجودين صحيوا تاني وهوبا ادالها واحده لزقها في الجرار. والبنت خلاص جابت اخرها ومش قادره تتحرك تاني، بس على طول افتكرت لما كانت طفله وكانت بتطلع الاولى في الفصل بتاعها. وبنعرف ان ابوها هو رئيس نقابه الدفاع، وكانت بتروح له وهي فرحانه جدا بالنجاح بتاعها. بس هو ساعتها رد عليها وقال لها هو انا المفروض كده انبهر ولا حاجه؟ لا دي اقل حاجه انا متوقعها منك، وياك تفرحي بنجاح تافه زي دوت. وايه يعني لما تطلعي الاولى؟ خلي امالك اكبر واحلامك اكبر بكتير. انا عاوزك تنقذي العالم دوت وتدافع عن الناس كلهم، واوعي تسيبي حد يموت ابدا. والبنت ساعتها قالت ايوه مش هستسلم ابدا، وهجمت على الوحش تاني. بس انها بوكس كسرها ووقعها على الارض والسلاح بتاعها بعد عنها. وساعتها عرفت ان دي النهايه. والوحش هو كمان حالته بتتغير وبيطلع قرون وبيظهر منها قوه جباره، وجمع كل قوته عشان يقتلها. وخلاص شينوميا كده هتموت، بس فجاه هينو بيظهر قدامها وبيقول لها ما تقلقيش انا موجود، وبيشد الهجم بتاع الوحش من ظهره. والبنت كانت مصدومه من ان هي شايفاه وبتقول له هو انت ازاي ما حصلكش اي حاجه؟ هينو ساعتها قام وبص لها وقال لها اتفرجي على اللي هعمله دلوقتي. وجمع كل قوته والارض بتتكسر من تحتيه والبرق بيظهر، والوحش هو كمان جمع كل قوته وهجم عليه بيها ومفكر ان هو كده هيهزمه. وحرفيا المكان كان متزلزل من القوه ديت، بس هينو بيديله بوكس وبيحطمه وبينهي من الوجود. ايه يا عم الجمدان ده كله؟ وبراح علينا شويه. وبعدها راح لشينوميا وقال لها الحمد لله على السلامه، طالما انا موجود محدش هيقدر يأذيكي. والبنت من كتر الصدمه بتاعتها ما كانتش عارفه ترد ولا تنطق بكلمه حتى، واغمى عليها. وهينو اخدها هو واشكاوا وخرجوا من المكان عشان يتعالجوا. وساعتها هوشينا ومينا بيوصلوا للمكان وبيلاقوا الوحش اتدمر وتقطع في كل حته، وكانوا مستغربين ازاي شينوميا اتصابت وعملت كل ده في الوحش. اكيد في حاجه كبيره حصلت ولازم نحقق في الموضوع دوت. وهينو وشينوميا راحوا هما كمان للمستشفى عشان يتعالجوا من الاصابات بتاعتهم، والكل كان مبسوط ان محدش حصل له حاجه. ومينا كانت قلقانه جدا عليه وبتروح له وتقف قدام اوضته عشان تطمن عليه، بس بسبب الوعد بتاعهم زمان ما كانتش عارفه تكلمه ولا تقول له اي حاجه، وكانت مستنياه يوفي بوعده معاها وينضم ليها في ساحه المعركه.
وبنشوف الكايزو اللي ظهر فجأة وهو قاعد في الحمامات العامة وبيشوف الاخبار. ازاي الكايزو اللي انا بعتهم اتقتلوا تاني ومن غير ما حد يموت منهم؟ ومستحيل يحصل الكلام دوت الا في حالة واحدة بس، اكيد في حد عنده نفس قوتي هو اللي قتلهم ولازم انا اقتله بسرعة. وبننصدم كمان لما بنلاقيه بيحول نفسه لانسان عادي وبيخرج من الحمامات وبيمشي مع زمايله، ودوت نفس الفريق اللي هينو كان شغال معاه قبل كده. ويا حلاوة، شكل في مجزرة هتحصل قريب. والمهم بعدين هينو وإشكاوا كانوا قاعدين على اعصابهم وقلقانين ان هم يفشلوا في الاختبار، وهينو بيقول له يا عم افرح انت كده كده هتنجح عشان قتلت واحد منهم، الدور عليا انا بقى اللي ما عملتش اي حاجة ولا قتلت اي كايزو. وفعلا الباب بيخبط وساعة بريد بيديلهم النتيجة بتاعتهم وبيمشي، والعيال فتحوا الظرف بتاعهم. واول لما هينو شاف النتيجة بتاعته انصدم وما كانش متوقع اللي حصل دوت، بس ما بنعرفش هو انضم ولا لا. وبعدين بنروح لحفل الاستقبال والكل كان نجح في الاختبار، والواد اللي اسمه هارو راح وقابل إشكاوا وقال له الف مبروك على النجاح بتاعك. امال فين العجوز صاحبك اللي كان معاك؟ اكيد اترفض زي كل سنة. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو فشل ولا ايه؟ ولا هو مش هينضم معاهم ولا ايه الدنيا بالظبط؟ بس ده اللي هنعرفه كمان شوية. وبعدها النقيب مينا دخلت عليهم وبصت لهم وقالت لهم انا عاوز اقول لكم حاجة واحدة بس ولازم تنفذوها وانا اكيد اولكم. اهم حاجة بالنسبة لنا حياة الناس، ومش هنسمح للوحوش ديت ان هي تدمر حياتنا وتقتل اهالينا ونقف نتفرج عليهم. لازم نقف ايد واحدة ونموتهم كلهم. وبعدها نادت على شينوميا وقالت لها تعالي، واول لما راحت لها اديتها الظرف دوت وقالت لها شكرا ليكي عشان انقذت زمايلك في الاختبار وانك قتلت الكايزو وما سبتيش حد فيهم يتاذى، وده جواب مني ليكي بعينك رئيسة المجموعة بتاعتك عشان تقتلي وتكملي اللي بتعمليه وما تسيبيش حد يحصل له اي حاجة. البنت اول لما سمعت الكلام دوت انصدمت هي كمان عشان هي اصلا ما قتلتش حد، وهنا هو اللي انقذها هي وباقي زمايلها وقتل الكايزو، وكانت عاوزة تقول لهم الحقيقة بس كانت خايفة ان هم يعملوا له حاجة ومنعت نفسها في اخر لحظة. ويا دوبك بيخلصوا كلامهم بنلاقي هينو وصل هو كمان ودخل المكان. بس ايه اللي بيحصل؟ هو اترفض ولا لا؟ وبنشوف هما بيصوتوا على الاعضاء الناجحين في الاختبار. كان هينو خلاص هيسقط بس نقيب هوشينا قال لهم لا، الواد دوت عنده جرأة كبيرة وعزيمته عالية جدا. اي نعم هو ما قتلش حد وما عرفش يعمل حاجة بس ساعد زمايله، وفي حاجة انا عاوز اعرفها عنه وانا بطلب منكم على مسؤوليتي ان انتوا توافقوا ان هو يكون عضو في الفايلر بتاعي لحد لما يثبت الكفاءة بتاعته. الكل ساعتها سمع كلامه وقالوا له تمام كمل ونشوف اخرتها ايه، وعشان كده هينو انضم ليهم. والعيال زمايله اول لما سمعوا الخبر كانوا فرحانين جدا ان صاحبنا وخلاص بدأ يحقق حلمه. وبعد لما الاحتفال خلص كان هوشينا بيبص لهينو وواضح السبب اللي خلاه يختاره. وبنشوف لما المعركة كانت شغالة والكايزو الغريب صح كل الكايزو اللي حواليه، الارصاد لاحظت ان في قوة كبيرة ظهرت في المكان ومعاها اختفاء مؤشرات لاحدى الطلبة اللي موجودين، وكان هو هينو وقال انا لازم اعرف الواد ده وراه ايه بالظبط، وشكله كده قرب يكشفه هو كمان. وبعد لما الحفلة خلصت شينوميا راحت لهينو وقالت له تعالى انا عاوز اتكلم معاك شوية، وفعلا راحوا قعدوا مع بعض وسالته عن التحول بتاعه وازاي عنده القوة دي كلها، والواد حكى لها كل حاجة من اول حاجة لاخرها. والبنت كانت مصدومة من اللي سمعته وقالت له هو انت بتعرف تسيطر على قوتك دي بالكامل ولا لا؟ ولا في يوم من الايام هتتحول لوحش وهتهجم علينا؟ هينو قال لها لحد دلوقتي انا بقدر اتحكم في قوتي واتحول وقت ما انا عاوز وارجع شكلي في وقت ما انا عاوز، بس لو حصلت اي مشكلة وخرجت عن السيطرة فانا معتمد عليكي ان انت اللي هتخلصي عليا يا شينوميا، وعاوزك تقتليني لو انا اذيت زمايلي. البنت فهمت كلامه وقالت له يلا بينا عشان التدريب هيبدا. وفعلا راحوا وبداوا يتدربوا كل يوم، وكل يوم طاقتهم كانت بتزيد، وفي يوم جم يقيسوا قوتهم القتاليه والكل كان قوته زادت، وشينوميا وصلت طاقتها من 45 الى 55، وإشكاوا طاقته زادت من 8 الى 18%. اما عمنا وعم الكل هينو قوته زادت من 0 الى 1%، والمعلم كان فرحان على الاخر ومحسسني ان هو عمل حاجه جامده قوي. وبنشوف هينو وزمايله وهم قاعدين في البسين وكل واحد بيقول السبب اللي خلاه ينضم لفيلق الدفاع. واول واحد قال لهم من كام سنه كايزو ظهر وهجم على البيت بتاعنا ودمره بالكامل، وامي وقعت تحت الحطام وكانت هتموت قدامي وما كنتش عارف اعمل اي حاجه، بس في اللحظه الاخيره مينا ظهرت في الوقت المناسب وانقذتني انا وامي، ومن اللحظه ديت انا بعتبرها اختي الكبيره، وعشان كده انا انضميت لفيلق الدفاع. والكل بدا يحكي القصه بتاعته وكلهم مبهورين من قوه مينا وشجاعتها في انقاذ الناس. وبص لهينو وقالوا له قول لنا بقى انت ايه اللي مخليك مصمم قوي كده عشان تنضم للفيلق دوت برغم الفشل اللي انت فشلت فيه قبل كده؟ فقال لهم عشان الوعد اللي وعدته لصديقه طفولتي ان انا هقف معاها في ساحه المعركه وهحميها ومش هسيب حد يأذيها ابدا. الكل ساعتها قالوا له هي مين ديت؟ فقال لهم مش هتصدقوني بس هي النقيب مينا. الكل انصدم هو انت ازاي صديق طفولتها؟ وقالوا له احكي لنا عنها اكتر. والمهم بعد ما خلصوا كلامهم كل واحد رجع اوضته، بس هينو كان قاعد بيذاكر وبيشوف ازاي يعلي قوته
قوته القتاليه. والنقيب هوشينا دخل عليه وقال له: يا بطل انت قاعد بتعمل ايه لوحدك بالليل كده؟ فقال له: انا عاوز اعلي قوتي القتاليه شويه، عشان لو تنتني بالطريقه ديت فانا اكيد هموت ومش هقدر اكمل، انا عاوز اكون قوي زيك كده. هوشينا قال له: ايوه انا عارف كل حاجه عنك، وعارف ان انت كمان صديق مني المقرب، وعشان تحقق حلمك وتقف جنبها فانت اكيد بتتحداني، بس مع كده ما تستسلمش، انا عاوزك توصل لقوتها وتقف جنبها في ساحه المعركه، وانا اكيد هشجعك يا هينو، بس عاوز انصحك نصيحه، لو انت حاولت مره وفشلت اياك تستسلم ابدا، وحاول تاني وتالت ورابع لحد ما تتاكد ان انت جامد وتحقق حلمك وتثبت للناس كلها ان انت مش فاشل. بس عشان تقف جنب مينا انت كده هتاخد مكاني، وانا مش هخلي حد ياخد مكاني بسهوله. وبعدين سابه ومشي، بس فجاه سمعوا صوت انذارات الطوارئ وفي كايزو بيهجم على المدينه. ساعتها بص له وقال له: يلا دورك جه والمهمه بتاعتك الاولى بدات، وحاول تثبت نفسك المره ديت بقى. مينا هي كمان جمعت كل المستجدين وبدات تديلهم خطاب قبل المهمه بتاعتهم، وبنشوف الاصابات بتاع كايزو المره ديت قويه جدا ومش زي اي مره خالص. مينا ساعتها بصت لهم وقالت لهم: بعيدا عن الكايزو واي حاجه بتحصل، اهم حاجه بالنسبه لنا هي سلامتكم، لازم تحموا بعض كويس وترجعوا هنا تاني من غير لما حد يحصل له حاجه. انتوا جاهزين؟ قالوا لها: جاهزين يا فندم. والشرطه ساعتها دخلت وجمعت كل الناس في المنطقه ديت وخرجتهم بره، ومينا اخدت كل الفريق وراحوا على هناك وفعلا نزلوا للمهمه. وهنا هينو اتحمس شويه وقال لهم: تعالوا لي انا مفعل 1% من قوتي وهوريكم انا هعمل فيكم ايه النهارده. وهوبا واحد اداله واحده رماها في الزباله، والناس كلها كانت بتضحك عليه. وبنشوف ان الوحوش المره دي قويه جدا ومش بتتاثر باي هجمات بسهوله. بس على مين؟ احنا معانا شينوميا. شينوميا فعلت كل قوتها ونزلت عليهم، ودخلت على الاول خلصت عليه، والتاني دمرته، والتالت بوظته، وفي ثواني خلصت على كل الموجودين، والكل كان مصدوم من قوتها. والمجموعه التانيه هما كمان بقياده اوشكاوا هجموا على الكايزو ودمروا كل المكان، واوشكاوا قوته زادت جامد ومحدش بقدر عليه، وبدا يخش يدمر اي كايزو قدامه. وهينو ساعتها بيبص وبيشوف كل زمايله هما بيحاربوا، وقال: طالما انا فشلت وانا بحارب الكايزو فانا هحاول اساعدهم باي حاجه تانيه. وراح يقطع فيهم ويشرح جسمهم، وبدا يعرف نقاط ضعفهم وازاي يخلصوا عليهم بسهوله. وساعتها عرف وتاكد من اللي في باله، واتصل بالنقيب هوشينا وقال له: انا لقيت حاجه مهمه قوي. وقال له: الجوهره بتاع الكايزو مش موجوده في منطقه البطن زي باقي الكايزو، ده محطوطه في حته مخفيه في منطقه الرقبه، واكيد عشان نموتهم لازم نضربهم في المنطقه ديت. ومش بس كده كمان، ده العملاق اللي فيهم عنده اكياس بيض كتيره جدا، ولما هيموت الاكياس ديت هتنفجر وهتطلع منها مئات والاف الكايزو الصغيره، فعشان كده خلي بالك بعد ما تقتلوهم. النقيب ساعتها فرح من كلامه وقال له: عاش عليك، ونادى على مينا وقال لها كل المعلومات ديت، وبلغ كل اعضاء الفريق بالمعلومات دي كلها. وفعلا يا صديقي اول لما سمعوا كلامه بداوا يقتلوا في الكايزو بكل سهوله، واللي بيجي بيخلصوا عليه على طول. والعملاق اللي فيهم ضربوه بصواريخ بس مفيش حاجه بتاثر فيه، ودخلوا عليه برصاصات وبنادق بس مفيش حاجه بتحصل له. بس على مين؟ مينا بتجهز المدفع بتاعها وبتفعل قوتها القتاليه اللي هي 96%، وبتديله ضربه واحده بتخلص عليه، ودمرت الجوهره بتاعته وخلصت عليه خالص. هينو كان واقف مصدوم القوه دي كلها. هوشينا راح له وقال له: مالك يا بطل؟ انت خفت ولا ايه؟ ولا انت كنت مفكر حاجه تانيه؟ ايوه هي دي قوه المنافس بتاعك واللي انت نفسك تقف جنبها في ساحه المعركه. هينو ساعتها كان مصدوم وقال: ازاي؟ مستحيل حد يكون عنده القوه دي كلها. بس هوشينا قال له: انت غلطان، لو انت مفكر ان مينا هي اقوى واحده فينا، مينا قويه في المسافات البعيده ومحدش يقدر عليها، بس في المسافات القريبه محدش زيي. وفجاه بيخلص على الوحش اللي ظهر وراه في ثانيه واحده، وبص له وقال له: ايوه هي دي القوه اللي عندي، انا عاوزك بقى تشد حيلك وتكون اقوى مني. وساعتها وهم بيتكلموا اكياس البيض اللي قال عليها هينو بتنفجر وبيخرج منها الاف الكايزو الصغيره وبتنتشر في المدينه كلها. ويا ترى هيعملوا ايه في الورطه دي كلها؟ ومن جانب تاني اشكاوا وهارو كانوا شغالين تقتيل فيهم، وساعتها وصل لهم الخبر ان الكايزو انتشر في كل حته ولازم يروحوا هناك عشان يساعدوهم. بس وهما في الطريق لاحظوا في راجل واقف قدام الجثث، ويا حلاوه شكلها الدنيا باظت على الاخر. العيال لسه مش فاهمين حاجه، والوحش ساعتها بيلف جسمه وهوبا ضربه جت في صدر هارو. اشكاوا ساعتها قلق وفهم ان دوت نفس الكايزو اللي شينوميا حذرتهم منه، وهارو ساعتها اصيب باصابه خطيره جدا وما عادش قادر يتحرك. وقال له: هو انت مين بالظبط؟ الوحش ساعتها اتحول لهيئته الحقيقيه وقال له: كايزو رقم 9 ده اسمي من النهارده، وطالما انتوا الاثنين هنا فانتوا لازم تموتوا. اشكاوا ساعتها اترعب وحاول يكلم النقيب ويبلغه باللي بيحصل، بس مفيش شبكه. الكايزو كان عامل عليهم حاجز وموقف الارسال، وبوم ضربه صوره اشكاوا هو كمان. بس بنشوف اشكاوا وهو مصاب بيقوم من تاني وبيبص لهارو وبيقول له: اهرب يا صاحبي، اهرب وروح بلغ النقابه باللي بيحصل وانا هلهيه
لغايه لما ترجع تاني. الواد كان لسه هيعترض بس قال له مفيش حل تاني. وبعدها اشكاوا وقف قدام الوحش وبص له وقال له يلا بينا، وشجع نفسه وهجم عليه بكل قوته. بس الوحش ابتدى الهجمه بتاعته بكل سهوله، واشكاوا بيحاول مهما يحاول ومش عارف يعمل معاه اي حاجه. والكايزو ساعتها اختفى وظهر قدامه، وكمان طلع دراعين 2 زياده وهجم عليه بكل قوته. وخلاص شكلها دي النهايه يا صاحبي. بس في اخر لحظه هابو بيرجع تاني وقال له للاسف انا ما عرفتش ابلغ باللي بيحصل. الوحش دوت عامل حاجز علينا ومش عارفين نطلع منه، ومحدش هيعرف يطلع ويخش بدون اذنه، وعشان كده لازم نتعاون احنا الاثنين ونقتله قبل ما حد يحصل له حاجه. اشكاوا ساعتها فهم الكلام كله وقال له تمام، وساعتها عملوا خطه عشان يقضوا على الوحش. هابو هجم عليه وشتت انتباهه، وفي اللحظه ديت اشكاوا قرب منه وحاول يقتله وفعل كل قوته وهجم عليه هو كمان وبدا يقطع فيه من كل حته. وفعلا اجزاء جسمه بدات تتقطع وخلاص مفكر ان هو كده مات. بس المفاجاه ان الضرب ده كله ما كانش جايب معاه نتيجه، والوحش كان محاوط نفسه بدرع ومفيش اي حاجه حصلت له. وبص لهم وقال لهم انتوا كده زعلتوني، وفعل كل قوته وضرب اشكاوا. والواد ما لحقش يعمل حاجه واتصاب على طول، واعضاء الحيويه اتبهدلت وجسمه اتكسر بالكامل. وخلاص دي شكلها النهايه يا صاحبي. وفي الوقت دوت الخبر بيوصل لهوشينا وباقي زمايلهم ان مؤشرات اشكاوا بدات تضعف وخلاص شويه وهيموت. الكل خاف لسه هيحصل له حاجه، وهنا اول لما سمع الكلام دوت انخض على طول. وساعتها بصوا لقوا جثه الكايزو اللي قتلوه بدا يتحرك تاني. وشينوميا ساعتها جت وقالت له ايوه هو ده شكله الكايزو اللي هجم علينا قبل كده، وانا ساعتها ما عرفتش اعمل معاه اي حاجه، وعشان كده انا هعتمد عليك يا بطل. انا عاوزك تقتله وترجع اشكاوا بالسلامه. وفعلا اشكاوا كان جاب اخره خلاص، وركز قوه البدله بتاعته عشان يعالج نفسه وما يموتش، وما كانش قادر يقوم ولا يعمل اي حاجه. والوحش ساعتها زله وقعد يضرب فيه بكل قوته. وهارو كان شايف صاحبه بيموت ومش قادر يعمل له حاجه، وقاعد بيدعي ان في اي حاجه تحصل وحد يجي ينقذهم. بس الوحش كان خلاص يعتبر قتله. وبعدها بص لهارو وقال له صاحبك خلاص انا قتلته، ووافق صبعه قدامه وقال له اجهز بقى عشان الدور جاي عليك. بس على مين يلا؟ هوبا البوكس تمام طيره. هينو وصل في الوقت المناسب وبيشوف صاحبه في الحاله ديت وبيزعل عليه جامد قوي، وبيشيله وبيبعده عن ساحه المعركه وبيقول له انا اسف يا صاحبي، انا اسف ان انا سبتك تتعذب الفتره دي كلها، بس اوعدك ان انا هنتقم منه دلوقتي وهموته قدامك عقابا ليه. وراح ووقف قدام الوحش وقال له خلاص دي نهايتك. الوحش هو كمان فعل كل قوته وقال له هات اخرك يلا. وساعتها صابه في قلبه هو ايه اللي بيحصل بالظبط. بس هينو بيقول له انا سبت هجمتك دي توصل لي عشان احس بالالم اللي صاحبي حس بيه قبل ما يموت، وخلاص هقتلك دلوقتي. الوحش هجم عليه بكل قوته بس هينو صده بسهوله ووقف قدامه واداله واحده طيرته والتانيه كسرته ونزل عليه بكل غباء وفي كل حته. والوحش ما كانش عارف يعمل حاجه وحاول يحمي نفسه بدرع، بس هينو كسره قدامه وظهر له تاني وضربه وكسر عظمه حرفيا. والكايزو ما كانش عارف يعمل معاه اي حاجه وعارف ان خلاص دي النهايه. وفي اللحظه ديت هينو جمع كل قوته وجهز ضربته الاخيره وهوبا دمر المكان بالكامل. وساعتها الوحش وقع على الارض ونواته اتكشفت، وهينو لو كسرها خلاص هيقتله. هينو ساعتها بص له وقال له مالك مش كنت بتستهزئ باشكاوا من شويه ولا انت بس بتفتري على الضعيف؟ وعلى طول جمع كل قوته ولسه هيقتله، بس الفايلق بيوصل المكان ومفكرين ان هينو هو اللي عمل كل دوت وبيبلغوا الاعضاء بمكانه. وهينو انشغل في اللحظه ديت والكايزو بيعالج نفسه وبيهرب على طول وقال له اتعامل معاهم انت بقى، واختفى ومحدش عارف يوصل له. هينو ساعتها هو كمان هرب ودخل شارع عشان يرجع لطبيعته ومحدش يشوفه، بس هوبا سمع صوت من وراه وايوه النقيب هوشينا بيوصل بنفسه وقال له اخيرا لقيتك، انت عاوز تهرب مني انا كمان بعد ما ضربت وموتت اتباعي؟ مش بالسهوله ديت، انت الضحيه بتاعت النهارده ومش هسيبك خالص. هينو ما كانش عارف يتصرف ازاي، ما كانش عارف يهاجم ولا يعمل معاه اي حاجه، والواد لسه بيفكر النقيب هجم عليه بكل قوته بس اتفادى الهجمه بتاعته وعارف ان الشخص اللي قدامه دوت مش بيهزر. النقيب ما ادالهوش اي فرصه وهجم عليه الثانيه في الثالثه، والواد ما كانش عارف يهرب ولا يروح في اي حته وكان خايف ان هو يهجم عليه ويصيبه، بس لو تناه على كده هيموت ومش هيعرف يتعامل معاه. وهوشينا بيجمع كل قوته وبيهجم عليه تاني، والواد كان لسه بيفكر هوشينا ضربه في صدره. هينو حاول يبعد عنه بس هو كان اسرع منه ونزل عليه في كل غباء وفي كل حته. هينو ساعتها حاول يهرب وخايف ان هو يصيبه ومش عارف يعمل معاه ايه بالظبط عشان لو استخدم كل قوته كده هيقتله، بس النقيب ما رحمهوش وفضل يقطع فيه في كل حته وكمان بيقطع ايديه ونواته بتتكشف قدامه، ولو قدر يوصل لها خلاص كده هينو هيموت. وهجم عليه تاني بكل قوته وهينو كان مصدوم من سرعته وبيقول هو ده مش بني ادم زينا ولا ايه؟ هوشينا هو كمان استغرب من القتال بتاعه وقال له ما تستغل يالا واهجم عليا زي الناس، والواد كان لسه هيرد بس هوشينا هجم عليه بكل قوته وكمان كان هيصيبه في قفاه، بس هينو ابتدى الهجمه بتاعته بصعوبه، بس ده كله كان مجرد تمويه. وفجاه ظهر
قدامه وجمع كل قوته وضرب عليه في النواه بتاعته، وخلاص شكلها دي النهايه ولا ايه؟ بس بحسن الحظ قدر يتفادى الهجمه بتاعته ويصدها في اخر لحظه، وهينو ساعتها اتعصب على الاخر وجمع كل قوته وهجم عليه، بس الضربه كانت موجهه ناحيه السيف بتاعه عشان ما يصيبش النقيب وما يحصلوش حاجه. هوشينا ساعتها اترعب وبعد عنه بسرعه وكان مستغرب جدا، وقال ليه الضربه دي ما جاتش ناحيتي؟ لو كانت ضربتني كنت هموت. وبص عليه عشان يهجم عليه تاني بس لقاه اختفى من مكان، وهينو ساعتها استغل الموقف وهرب على طول قبل ما حد يحصل له حاجه، وراح لشينوميا وقال لها هما فين دلوقتي وفي حد حصل له حاجه؟ بس هي قالت له ما تقلقش يا عم، اشكاوا وهارو لسه عايشين واستخدموا عليهم علاج متطور وهيقوموا على طول. المهم انت خلصتوا على الكايزو اللي كان هيموتني ولا ايه؟ وحكى لها كل اللي حصل، والبنت كانت متضايقه جدا وقالت له ما تقلقش انا كده كده هموته المره الجايه. وهوشينا كان قاعد هو كمان بيحلل اللي حصل ومستغرب جدا من اللي هينو عمله، وقال الوحش دوت عنده قوه جباره، بس هو ليه ضربني ناحيه السلاح مع انه لو ضربني كنت هموت على طول، واكيد في حاجه غلط بتحصل وانا مش عارف هي ايه. والمهم خلصوا المهمه بتاعتهم بنجاح، وهينو وشينوميا راحوا يطمنوا على اشكاوا والحمد لله كان لسه عايش. وهارو ساعتها بيقول يا سلام يا سلام على كايزو رقم 8، ده لما وصل بهدل الكايزو التاني واداله على قفاه ومحدش كان عارف يعمل له حاجه، وانا بجد مبهور جدا من قوته. هينو ساعتها اتحرج من كلامه وقال له على ايه؟ دي اقل حاجه عندي. شينوميا ساعتها دافت على الموضوع على طول، وبعدين احتفلوا عشان كملوا اول مهمه ليهم، واشكاوا رجع بالسلامه والكل كان فرحان والدنيا كانت اخر جمدان. وقبل لما الاحتفال يخلص هوشينا نزل عليهم وقال لهم عندي خبر ليكم بخصوص واحد فيكم، بعد اصرار كتير ومحاولات اكتر العضو الفرعي اللي في الفريق اثبت كفاءته وقررنا ان احنا نضمه كعضو رسمي زيه زي اي حد فيكم. وبذكر هينو بالترقيه بتاعته والكل كان فرحان بالنجاح بتاعه، وراح يلبس البدله بتاعته ومينا هي اللي كانت بتلبسها له. وايوه هي ديت مينا صديقه الطفوله بتاعته اللي اخذ معاه وعد من زمان، ومن كتر الفرحه بتاعته سابها ومشي من غير لما يقول لها اي حاجه. بس مينا نادت عليه وقالت له مش معنى ان انت اتقبلت يبقى تقف معايا في ساحه المعركه، انت هتتعب كتير عشان توصل لمستوايا. والواد كان فرحان عشان لسه فاكر الوعد بتاعه وقال لها تمام اوعدك ان ده هيحصل في اسرع وقت، وسابها ومشي. في الوقت دوت عمنا هينو كان قاعد بيذاكر وبيشوف ازاي يبقى اقوى من كده، ولما بيخلص بيروح عشان ينام، بس وهو ماشي بيسمع صوت حد بيتدرب وبيروح يشوف مين اللي صاحي لحد دلوقتي. واول لما بيوصل بيلاقي النقيب هوشينا واللي كان بيتدرب تدريب من نار وبيتدرب بكل قوته، وواضح ان هو مركز على الاخر. ولما بيشوفه بيعرف ان هو بيطبق نفس التقنيات اللي استخدمها وهو بيواجهه، وبيحاول يبقى اقوى عشان لما يواجهه مره تانية. والواد بيترعب وبيقع على الارض، وهوشينا بيشوفه وبيقول له هو انت لسه صاحي لحد دلوقتي؟ انا كنت بتدرب وبزود مهاراتي عشان لو قابلت كايزو رقم 8 مش هرحمه. المره اللي فاتت عرف يهرب مني، بس المره الجايه هستخدم كل قوتي وهخلص عليه بحركه واحده. هينو بيترعب من قوته وبيقول له عاش عليك، انا بجد خايف عليه هو والله يكون في عونه. بس هوشينا بيقول له عاوزك تركز كده، انا راهنت عليك وعندي امل فيك عشان تبقى اقوى، ووعاك تستسلم يا صاحبي، وعاوزك تبقى اقوى واحد فينا كلنا. الواد لما بيسمع الكلام دوت بيتاثر على الاخر وبيطلع على السطح وبيفكر ازاي يزود قوته، وبيقول انا لازم اكون اقوى من كده. وفجاه بيسمع صوت جاي من السماء، واول لما بيبص بيلاقي كرات نار نازله عليه وبتدمر المكان بالكامل. اعضاء الفريق بيقوموا مفزوعين ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. دي اول مره تحصل ان الكايزو يهجموا من السماء، مش المفروض ان هم بيهجموا من تحت الارض ولا ايه؟ واكيد ده نوع جديد واقوى بمراحل، والدنيا ولعت على الاخر. والنقيب هوشينا بيجمع كل الاعضاء وبينزلوا ساحه المعركه، والمباني بتكون متدمره والناس ميته في كل حته. وايوه هو دوت تمن اي حرب يا صديقي. هينو كان واقف على السطح ومرعوب من اللي شايفه، بس بيلاحظ حاجه غريبه بتحصل وبيقول ازاي كده، وبيكلم النقيب هوشينا وبيقول له في حاجه غريبه بتحصل، ده هجموا علينا في نفس الوقت واستهدفوا نفس المنطقه وكمان هجماتهم منظمه. فبيقول له ده اكيد كايزو قوي هو اللي بيتحكم فيهم ويوجههم. وايوه كلامه صح، وبيظهر قدامهم على طول وباين عليه ان هو قوي جدا، وبيقول لهم تعالوا لي يلا مين اقوى واحد فيكم عشان اخلص عليه. هوشينا بيطلع له بس على طول الكايزو بيهجم عليه بسرعه مرعبه، وهوشينا بيصد الهجمه بتاعته بس بيعرف قد ايه الوحش ده قوي على الاخر. وهنا بيبدا اقوى قتال في العالم، الوحش بيهجم عليه تاني ومش رحمه خالص، بس هوشينا بيطلع سلاحه وبيصد هجماته وبينزلوا ضرب بعض بكل غباء. بس ايه الجمدان ده يا جدعان؟ الوحش بيكون مبسوط على الاخر وبيقول له اخيرا لقيت خصم يستاهل قتله، واجهز بقى عشان دي نهايتك. وفي نفس الوقت بقيه الاعضاء كانوا بيحاربوا الوحوش التانيه بس اجسامهم صلبه على الاخر والضربات مش جايبه اي نتيجه. وساعتها هينو بينادى عليهم وبيقول لهم ان في جسم الوحوش ديت عندهم درع من قدام، لكن لو هاجمنا عليهم من ورا هيكون اسهل بكتير. وبالفعل بيسمعوا كلامه واتنين بيعملوا خطه، وواحد بيشتت انتباهه والتاني
بيلف من وراه وبيهجم عليه بكل قوته وخلاص هيخلص عليه، بس فجأة بيظهر وحش تاني وبيوقفهم والواد بيهرب قبل ما يتصاب. وساعتها الكل بيفقد الامل ومش عارفين هم يعملوا ايه. بس ساعتها شينوميا بتوصل بسلاحها الجديد وبتخش عليه بتديله واحده بتكسره. ايوه هي ديت العظمه يا جدعان. وبتقف وتقول لهم انا هنا ومحدش يخاف من حاجه. والعيال بتتحمس يا كمان وبيهجموا عليهم من تاني، وفي وحش بيهجم عليها بس هي بتفادى هجمته وبتخلص عليه بضربه واحده. والتاني بيهجم هو كمان بس على مين؟ واحده بتخلص عليه. والتالت كان جاي في الجو بس اشكاوا بيخلص عليه على طول. وشينوميا بتشكره وبتكمل هجومها وبتخلص عليه. ايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. ومن ناحيه تانيه هوشينا كان بيحارب الوحش بكل قوته وبيسحبوا المكان بعيد عن الناس عشان ما حدش يتاذى. واول لما بيوصلوا هناك الوحش بيجمع كل قوته وبيهجم عليه بسرعه كبيره وبيقدر ان هو يصيبه وبيتزق في الجدار. بس المفاجاه ان دراع الوحش هو اللي بيتقطع. اها ايه العظمه دي يا ابني. هوشينا بيقوم وبيفعل كل قوته وبيقول له تعالى لي يلا، وبيهجم عليه بسرعه كبيره وبيقطع فيه من كل حته. ومش بس كده ده بيرفع مستواه تاني وبيهجم عليه من تاني وهاتك يا تقطيع. الوحش مشلول ومش قادر يعمل معاه اي حاجه. بس ساعتها الوحش بيفوله وبيعالج نفسه وقوته بتزيد وبيهجم عليه. بس على مين؟ احنا معانا هوشينا ابن الجامدين بيهجم عليه وبيقدر يوصل للنواه بتاعته. والوحش بيخاف بس هوشينا بيخش عليه ويدمرها. والكل كان فرحان ومفكرين ان المعركه خلصت. بس هل انت مفكر ان المعركه خلصت؟ لا والله. جسم الوحش بيجدد من تاني وبيعالج كل اصاباته وبيكبر اكتر من الاول وبقوه اكتر بكتير. والكل بيكون مصدوم، هو احنا مش دمرنا النواه بتاعته ولا ايه؟ امال ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والدنيا ولعت على الاخر. والوحش كمان بيدي الاوامر لبقيه الوحوش عشان يهجموا عليهم هم كمان. وهوشينا بيقف قدامه ولا همه اي حاجه وبيقول له طب تعالى لي يلا شكلك عاوز تتضرب من جديد. وبيبدا يهجم عليه بكل قوته وبيطلع على جسمه وبيحاول يوقفه بس مفيش اي فايده. والواد مش عارف يعمل ايه. وساعتها بيفتكر نصيحه هينو وبيحاول يهجم عليه من وراه وبيطلع على البيت دوت وبيهجم عليه. بس الوحش بيطلع عيون من ظهره وبيهجم عليه ضربه قويه بتوقع على الارض. وساعتها مؤشراته الحيويه جابت اخرها وبيفقد الوعي. وهوشينا بيغرق في ذكرياته وبيفتكر لما كان صغير كان بيقول لابوه انا حلم ان انا انضم لفرقه الدفاع واحارب معاهم واموت كل الكايزو. بس ابوه بيقول له يا ابني مهارات السيف بتاعتك ديت ادمت وما بقاش لها اي لازمه. دلوقتي بيستخدموا مسدسات ومدافع وانت مش هتعرف تحصلهم طول حياتك. بس هوشينا ما بيستسلمش وبيقول لا انا مؤمن بحلمي ومصدق نفسي. ورغم كل الناس اللي قالته له نجح فعلا ان هو ينضم ليهم وراح يقدم نفسه للنقيب مينا. وكان مفكرها ان هي هتقول نفس الكلام وان هو مش هينفع يقاتل معاها. بس مينا بتصدمه وبتقول له ايه رايك تنضم لينا في ساحه المعركه وعاوزك تقف جنبي ونبقى اقوى اتنين وندافع عن المدينه كلها. وفي اللحظه ديت وهوشينا كان فاقد الوعي الناس كلها كانت حزينه عليه وخايفه ان هو يحصل له اي حاجه وبينادوا عليه ويقولوا له قوم يا بطل احنا معاك ومش هنسيبك ابدا. الكلام دوت بيخش قلبه وبيحسسه بقيمه نفسه وبيقول ماذا لو كنتم اضعف؟ هذا لا يعني انني ساخسر. وايوه هي دي العزيمه اللي احنا عاوزينها. وساعتها امن تاني وقال لهم ما تقلقوش عليا الوحش دوت هو اللي ليا. وجمع كل قوته ونزل عليه بسرعه جنونيه وبدا يقطع فيه من كل مكان. لكن الوحوش الصغيره نزلت هي كمان وبتعمل نفسها قنابل موقوته وبتنفجر قدامه. بس ده كله ولا يفرق معانا. ايوه احنا معانا هوشينا يا ابني انت وهو. وهوشينا فقله ونزل عليه بتقله وقضى على الوحوش اللي جنبه. وبعد كده بص له وهجم عليه بكل قوته. والاولى كسرته ولف من وراه والثانيه دمرته والاخيره بوظته. ليفل تاني خالص من الحماس يمين شمال بيقطع فيه والكايزو مش عارف يعمل اي حاجه. بس الوحش مش سهل برضك واثناء ما بيهجم عليه الكايزو مسكه في ايديه وعمال يضغط عليه بكل قوته والواد مش عارف يعمل اي حاجه. وهنا بيوصل في الوقت المناسب وبيشوف كل اللي بيحصل وكان مرعوب من اللي قدامه وخايف على هوشينا ان هو يحصل له حاجه وجري عليه وخلاص بدا يتحول. لكن في اخر لحظه سمع صوت. ايوه البطل بتاعنا جه. مينا وصلت هي كمان وهوبا ادت للوحش ضربه وفلتت الواد من ايديه. وايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. هوشينا كان مبسوط على الاخر وقال خلاص دي نهايتكم. بس الوحوش الصغيره بتلاحظ مينا وبتهجم عليها هي كمان لكنها بتهرب منهم بكل سهوله. والاعضاء هم كمان بيتجمعوا في نفس المكان وبيمنعوا اي حاجه توصل لها عشان تجهز هجومها التاني. وهنا هو كمان مسك المسدس بتاعه وبيضرب عليهم من كل حته. وهوشينا وهو مصاب ما استسلمش وهجم عليه بكل قوته ونزل عليه تشريح اوه لا وبيقطع فيه من كل مكان. الكايجو ركز معاهم وبوم ضربه ثانيه من مينا دمرت صدره ونواته بانت قدامهم وخلاص الضربه جايه لو صابت صدره فهو كده اتقتل. لكن على مين؟ الكايجو دوت سرعه التجدد بتاعته عاليه ولازم يمنعوه بسرعه. مينا بتجهز هجمتها الاخيره وهوبا بنلاقي شينوميا هي كمان وصلت وبتنزل عليه هي كمان بس مفيش اي فايده. وهوشينا بينسق معاها وبيقول لها انا هقطع دراعه وانت ضربي في نفس المكان عشان ما يلحقش يتجدد تاني. وفعلا هو ده اللي حصل والاثنين بيهجموا مع بعض ودمروه والكايجو مش عارف
الهجوم جاي منين، وساعتها نقيب مينا بتجهز هجمتها الاخيره وحررت كل قوتها في المدفع وضربت اقوى ضربه عندها، وبوم اختفى من المكان بالكامل والوحش ما بقاش ليه اي اثر. يا الهي لقد هربنا من اجل هذه اللحظه، القوه دي كلها يا بنتي. والكل كان مبسوط على الاخر وخلاص خلصوا المهمه بتاعتهم، والجنود كلهم كانوا تعبانين ومينا نزلت وحياتهم على المجهود بتاعهم، والكل كان في قمه السعاده. وهنا هو كمان واقف بيبص لهم وغرقان في دموع الفرح ومبسوط جدا بنجاح صديقه طفولته. وايوه هو دوت المثال على البطل الحقيقي. واشكاوا قال له ما تعيطش يا صاحبي، شجع نفسك عشان في يوم من الايام انت هتكون معاهم. والواد بيفرح من كلامه، لكن اثناء ما هم مبسوطين النمر بتاع مينا بيحس ان في حاجه غريبه وبينبههم ليها، والعيال لما بتبص لفوق بينصدموا. جماعه كايزو الصغيره اتجمعت في مكان واحد وعملوا قنبله كبيره جدا، دي لو نزلت على الارض فدي مش نهايتكم، لا ده نهايه البشريه باكملها. هتدمر المكان بالمناطق اللي حواليه. واحد منهم بيضرب بس مع كل ضربه بيحصل انفجار والكل بيحس بالعجز ومش عارفين هم يعملوا ايه دلوقتي. بس على مين؟ انت شكلك نسيت هينو. وفجاه بينطلق عليهم بسرعه جنونيه ومحدش فاهم اي حاجه، وهوشنا بيحاول يمنعه بس بيحس بقوته ومش عارف هو ناوي على ايه بالظبط. ووقتها هينو اتحول لكايجو قدامهم والكل كان مصدوم من اللي شايفه. هينو وقف تحت القنبله وجمع كل قوته في انحاء جسمه ونط عليه بسرعه صاروخيه ووصل هناك وضربهم بكل قوته ومحدش مصدق اللي بيحصل. وكمان فعل 100% من قوته واخد القنبله وطار بعيد عنهم ونزل قبل ما تنفجر. ويا دوبك بينزل على الارض من هنا القنبله بتنفجر من هنا، وبرغم الارتفاع ده كله بس قوتها ملهاش حدود وبتدمر المكان بالكامل. يا نهار ابيض، اما لو نزلت على الارض بقى. لكن هينو كان عامل درع وبيحمي بيه كل زمايله من اثر الانفجار وخايف ان هم يحصل لهم اي حاجه. مش قلت لكم ان دوت مش زي اي بطل شفته قبل كده؟ وبعدها اثر القنبله بتختفي وكل حاجه بترجع زي ما كانت، والواد بيبص عشان يطمن عليهم لكن بيسمع مينا بتناديله وبتقول له كايجو رقم 8 انت رهن الاعتقال. لقد اطعمتهم من ثمار عمري فكان اول حصادهم نبالا صوابوها نحو قلبي. الواد انصدم صدمه عمره لكن راح معاها وساعتها حطوه في الزنزانه وعملوا اجتماع طارئ وحضر فيه كل الناس التقيله اللي في البلد وعرضوا عليهم المشكله وعرفوا كل اللي حصل. وبدا كل واحد يقول رايه، واللي قال اقتلوه واللي قال نستخدمه سلاح معانا في الجيش، وواحد تاني بيقول لهم نقطعه ونستخدم جسمه كسلاح. وكلهم كانوا محتارين على الاخر، هو في ايه يا جدعان؟ هي حته لحمه بتشوفوا هتاكلوها ازاي؟ بس ساعتها قطع كلامهم رئيس نقابه الدفاع، ايوه هو دوت والد شينوميا، وقال لهم قبل اي حاجه كده انا عاوز الولد دوت يروح السجن وراقبوه كويس وانا هبقى افكر واقول لكم هنعمل ايه بالظبط. وعلى طول راحوا على هناك وهينو كان قاعد زعلان وبيفكر في اللي حصل. ودخلت عليه مينا ومعاها الجنود وبلغوه ان هو هيمشي من هنا واخدوه معاهم. واول لما طلع من المبنى لقى كل زمايله واقفين مستنيينه وزعلانين على الاخر وخايفين ان هم يقتلوه او يعملوا فيه اي حاجه. هينو ما كانش قادر يرفع عينه في وشهم ومفكر ان هم خايفين منه عشان بقى وحش وما بقاش انسان زيهم خلاص. بس اول لما ركب العربيه اشكاوا راح وقال له انا وكل زمايلي معاك في ظهرك واوعى تستسلم ابدا يا صاحبي. وبعد كده العربيه مشيت واتحركت وبنشوف مينا وهي واقفه معاه وبتقول له انا عاوز اتكلم معاك بصراحه. انت لما طلعت تجري على الكايزو وتحولت انا اتصدمت انا كمان، بس ما استغربتش ان انت عملت كده عشان طول عمرك بتحب تنقذ الناس كلها، وحتى دوت لو هيكلف حياتك انا هجمع كل الادله والبراهين اللي اقدر عليها وهحاول انقذك وما يحصلكش اي حاجه. وده عشان انت مش وحش زي ما هم قالوا عليك، لا انت هينو وصديق طفولتي. الواد اتاثر من كلامها وقال لها يا مينا انا لسه عندي فرصه ان انا اقف جنبك في ساحه المعركه، صح ولا ايه؟ البنت سكتت شويه وقالت له اكيد انا هفضل طول عمري مستنياك، وحتى لو اتبقى ثانيه واحده من عمري انا هستناك يا هينو. ليه كده بتقلبوا علينا المواجع؟ انا بدات اعيط خلاص يا جدعان. وفي الاثناء ديت كان زمايله قاعدين زعلانين على اللي حصل له وقالوا هي دي خلاص النهايه؟ بعد ما خاطب بحياته عشان ينقذنا يفتكروا ان هو مجرم ويعملوا المعامله ديت؟ احنا لازم نلاقي حل في اسرع وقت وننقذه. شينوميا هي كمان واحد في والدها عشان تستسمحه. واول لما دخلت عليه قالت له على فكره انا كنت عارفه من البدايه هينو انقذ حياتي قبل كده واكيد مش هيأذي اي حد فينا، انا عاوزك تعفو عنه وتضمه لينا مره تانيه ويرجع لنا زي الاول من تاني. بس الاب وقتها ادالها اشعه الصدر بتاعت هينو وقال لها ده مش انسان دلوقتي، لا ده خلاص قلبه اتحول لنواه وحش وما عادش انسان زينا تاني. البنت اعترضت على كلامه بس هو قطعها وقال لها هينو دلوقتي بقى وحش زيه زي الوحوش اللي قتلت امك يا بنتي، اياك تخلي قلبك يسيطر عليكي، استخدمي عقلك وركزي في كل الاحتمالات. البنت فعلا اتاثرت باللي سمعته وسابته وهي ماشيه زعلانه على الاخر. من الناحيه الثانيه النقيبه مينا جمعت كل المستندات وكل الادله اللي تثبت ان هو لسه بشري زي ما كان من الاول وادتهم لهوشنا وطلبت منه ان هو يسلمها للمدير في اسرع وقت. والكل كان نفسه انه هينو يرجع لهم بالسلامه. وفي نفس الوقت هينو كان قاعد في الزنزانه ومقفول عليه من كل حته وبيقول
انا لازم اثبت ليهم ان انا بشري ومش هاذي اي حد فيهم ابدا. وفجاه الباب بيفتح ودخل عليه اقوى عضو دفاع عرفته البشريه باكملها، العضو الذي قتل آلافا وملايين من الكايجو. ايوه الرئيس وصل يا جدعان. واول لما دخل عليه قال لهم فكوا القيود بتاعته وسيبهولي. حاولوا يحذروه بس هو اتعصب من كلامهم وقال لهم لو هو كان اقوى كايجو فهو بالنسبه له ولا حاجه، انتوا مش عارفين انتوا بتكلموا مين ولا ايه؟ وفعلا سمعوا كلامه. هينو قام وحاول يفهمه اللي حصل وقال له يا عم والله انا انسان زيكم، وبام ضرب عليه بالمسدس والكل كان مرعوب، وفي ثانيه صابه في صدره واخد منه عينه دم وقال له اي حد يقدر يصد الرصاص ده بايديه يبقى مش بشري خلاص زينا، وطالما انت صديته فانت لازم تموت دلوقتي. وطلب بدلته القتاليه ولبسها وفعل كل قوته وهالته مات المكان بالكامل وهجم على الواد بسرعه كبيره. هينو ملحقش يتفادى الهجمه بتاعته وايديه طارت ساعتها ولسه ما بيلحقش يتكلم الضربه الثانيه طيرته. ساعتها حاول اجزاء من جسمه وبيزود سرعته وبيحاول ان هو يتفادى هجماته، بس حتى ديت مش عارف يعملها، وكل لما يجري المضيف بيوصل له وبيقطعه من كل حته والواد لسه مش راضي يهجم عليه. وشينوميا كانت بتشوف كل اللي بيحصل وكانت مرعوبه على الاخر ومصدومه من قوه والدها، بس مساعد والدها بيقول لها ده لسه ما استخدمش كل قوته من كام سنه فاتت وهو بيحارب الكايجو رقم 2، ساعتها زهق عليه وبضربه واحده خلص عليه، اما هو دلوقتي قاعد بيلعب معاه. وفعلا هينو كان بيحاول يبعد عنه وبيحاول يلحق نفسه ويهرب، لكن التانيه كانت في بطنه ومن قوتها طيرته في الجو، والواد ما كانش حاسس بجسمه وبيبص بيلاقي كل اطرافه مقطوعه والمدير بيجهز كل قوته عشان يخلص عليه، لكن المفاجاه هينو اتحول بالكامل وصد ضربته بكل سهوله. يا الهي ما هذا؟ حاله سوداويه ملت المكان والصرخه خلاص بقى في عينيه وشكل في حاجه غلط، وصرخ صرخه مدويه زلزلت المكان بالكامل ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وشينوميا عرفت ان دوت مش هينو، لا ده الكايجو سيطر عليه، وفعلا هينو كان غرقان جوه الكايجو ومش فاهم اللي بيحصل بالظبط وبدا يفقد السيطره على جسمه والدنيا ولعت على الاخر. وفي اللحظه ديت الكايجو اللي جواه بيستخدم كل قوته وهالته مات المكان بالكامل وانطلق بسرعه البركه على المدير عشان يقتله، وشينوميا بتنادي عليه عشان توقفه لكن خلاص ده مش شايف اي حد قدامه وهجم على المدير وخلاص شكلها دي النهايه. بس المدير بيتفادى الهجمه بتاعته وبيشقه النصين بس دوت ولا بيأثر في اي حاجه. الكايجو بيعالج نفسه بسرعه وبيهجم عليه بقوه اكبر بكتير، هجمات وضرب في كل الاتجاهات والمدير مش عارف يعمل معاه اي حاجه، والوضع اتقلب بالعكس يا صديقي. وهينو بيشاهد كل دوت وعمال يصرخ باعلى قوته، وشينوميا هي كمان خايفه على بقى من ناحيه، ومن ناحيه تانيه خايفه على هينو ان هو ما يرجعش لطبيعته، والمدير بيبعد عنه وبيقول له طالما انت كده طب تعالى لي يلا، وبوم ضربه لزقته في الجدار ونواته اتدمرت، بس شكلها دخلت عليك يا صديقي. الكايجو انفصل عن نواته في اخر لحظه وبيجدد من وراه وبيديله بوكس بيكسر بالمكان، لكن المدير لسه مكمل وبيستحمل كل هجماته، والكل بيشاهد المشهد دوت في ذهول تام. والمساعد بيقول لشينوميا ان المدير مش عاوز يقتله، لا ده بيعمل كل دوت عشان يخليه يفوق ويخليه يثبت للناس كلها ان هو لسه بشري ويقدر يتحكم في نفسه من تاني، ولو كان هدفه ان هو يقتله كان قتله قبل ما يتحول بالكامل. شينوميا وقتها عرفت قد ايه ابوها بيعاني بسببها وعمل كل دوت بس عشانها، عشان هو انقذ حياه بنته الوحيده وعاوز يتاكد من اللي هي قالته له. وفي نفس الوقت اشكاوا كان نافخ نفسه في التدريبات وهارو بيقول له ما تجيش على نفسك قوي كده لازم يحصل لك حاجه، بس اشكاوا بيرد عليه وبيقول له لا انا لازم اكون اقوى من كده عشان لما هينو يرجع بالسلامه انا اللي هحميه المره الجايه ومش هفضل معتمد على التضحيه بتاعته لينا. وبيبص له وبيقول له هينو هيرجع يا هارو مش كده؟ بيرد عليه وبيقول له ايوه يا صاحبي ده هيحصل، والفريق بيتدرب هو كمان عشان يكون اقوى وكل الاعضاء خايفين عليه ومستنيين القرار اللي هياخدوه بفارغ الصبر. وبنشوف قد ايه هو محبوب وسط اصحابه، والنقيبه مينا وصلت هي كمان للمقام اللي هو محبوس فيه وجايبه كل الادله والبراهين معاها وعاوزاهم يعرفوا عنه، بس القتال كان لسه شغال ومحدش عارف المدير هيحكم بايه، والكايجو بيهجم على المدير بكل قوته بس المدير بيتصدى لهجماته وهوبا لف من وراه وضرب عليه هو كمان، لكن المدير بيتصاب في بطنه ولسه بيلف بيلاقي الكايجو جسمه كبر وطاقته زادت وتحولت باللون الاحمر. يا الهي مين ده يا جدعان؟ المدير على طول بيفعل قوته هو كمان وهرب قبل ما يصيبه وبيهجم عليه باقوى هجماته واسرعها لكن بدون اي فايده، وبيجي يهجم عليه تاني لكن البوكس تمام طيره، وساعتها المدير اتعصب على الاخر وفعل اقوى ما لديه من قوه وبيهجم عليه بيها، لكن الكايجو بيصدها بكل سهوله وبالعكس الكايجو بيرجع له ويطيره، وهوبا الكايجو مسكه من ايديه وبوم رزعه في الجدار اللي وراه وعمال يخبط فيه يمين وشمال بكل غباء ومحدش عارف يعمل معاه اي حاجه. هينو بيشوف كل دوت وهو لسه فاقد الوعي ومش قادر يعمل اي حاجه، وبيشوف شينوميا وهي بتبص له ووالدها بيموت قدام عينيها، بس هي كانت مؤمنه بيه ان هو هيرجع لطبيعته ومش عاوزه تديها
تتدخل او تطلب الدعم ان هم يساعدوه، وبتفتكر كل اللي عملوا معاها وبتقول لا هينو عمره ما كان بالضعف دوت، انت يا هينو مستحيل تستسلم بالسهوله ديت، قوم وكلنا في ظهرك يا بطل. وفعلا الواد اول لما سمع الكلام دوت اتحمس على الاخر واتحرر من القيود بتاعته، لكن هوبا الوحش اللي جواه اكله واطرافه اتقطعت في كل حته ووقع غرقان في حزنه وبيقول في نفسه ليه على طول انا فاشل كده، انا ما صدقت اكون عضو في فرقه الدفاع وقبلوا بيا بعد محاولات كتيره، جيت وبوظت ده كله في لحظه، انا ضعيف جدا وعمري ما هقدر اوفي بالوعد بتاعي. وفجاه نور بيظهر قدامه ومينا بتجيله ومينا بتقول له لا هتقدر، قوم واقف على رجليك يا بطل واثبت لهم ان انت هينو كافكا مش كايجو رقم 8، قوم يلا يا هينو كلنا معاك وواقفين في ظهرك. وفي اللحظه ديت الكايجو بيفزع المدير في الجدار اللي وراه وبيجهز نفسه عشان يقتله وضربه بكل قوته وخلاص شكلها دي النهايه، لكن المفاجاه هينو بيصحى وبيواجه الضربه ناحيه قلبه، وقبل ما يموت بيبص للمدير ويقول له انا مش كايجو رقم 8، لا انا هينو كافكا اللي كلكم بتحبوه. وعلى طول بيرجع لشكله من تاني والكل بيكون مصدوم. وفي عضو من اعضاء الفايلق بيرفع سلاحه وبيكون عاوز يقتله، لكن المدير بيقول له نزل سلاحك بسرعه، لو كنت عاوز اقتله كنت عملت كده من الاول. وبعدين امر الجنود ان هم يودوه المستشفى ويعالجوه بسرعه قبل ما نواته تتدمر ويموت، وفعلا بيودوه للكبسوله ديت. والمدير بيروح لمجلس الشيوخ عشان يقرروا هم يقتلوه ولا يعملوا فيه ايه بالظبط، وبيستدعوا مينا ويقولوا لها الواد دوت كان في الفريق بتاعك وكمان عرفنا ان هو صاحبك من زمان، ايه رايك فيه وهل نقدر نثق فيه ونعفو عنه؟ يلا اتكلمي وهات اللي عندك. مينا قالت لهم انا عارفه ان انتم معتبرين هينو كايجو مش انسان عشان قلبه ما عادش زي البشر وتحول لنواه، لكن انا هكلمكم من منظور تاني خالص. كلكم شفتوا هينو وهو بيتحول قدامكم والكل كان مرعوب منه، لكن في معركتنا الاولى ما استخدمش قوته وفضل يدور على ثغرات تساعدنا ان احنا نموت الكايجو ده، حتى كمان اتحول ومحدش كان فاهم ازاي كايجو بيحارب في صفنا، وانقذ شينوميا واشكاوا وهارو ده غير مساعدته لينا في اخر المهمه. لو ما كانش اتحول في اخر لحظه وبعد القنبله انا وانتوا وكل زمايلنا كنا هنموت. هينو بالنسبه لي مصدر العزيمه، انضم لينا بعد ما فشل 12 سنه لكن ما استسلمش وحاول بكل قوته لحد ما اخيرا بفضل النقيب هوشنا اتقابل معانا في الفريق. والى جانب كل دوت فهو صديق طفولتي اللي لما كنت بقع كان بيقف جنبي، والا ما كنتش هبقى واقفه معاكم دلوقتي. واتمنى ان انتوا تسمعوا كلامي. الكل اتاثر من كلامها لكن في ناس منهم ما كانوش موافقين وقالوا لها طب ايه يضمن لنا ان هو مش هيخرج عن السيطره ويتحول لوحش زي ما حصل من شويه؟ ده المدير بقوته ما قدرش عليه، ولو خرج عن السيطره مره تانيه محدش هيعرف يوقفه، عشان كده لازم يموت. في الوقت دوت هينو فاق من الغيبوبه اللي كان فيها ولقى المدير جنبه وقال له ما تقلقش يا عم انا مش هاذيك. الواد اول لما فاق وشافه بالسلامه قال له هو انت كويس؟ الف حمد لله على سلامتك، انت مش عارف كان هيحصل لي ايه لو كان حصل لك حاجه، كنت هعيش في ندم طول حياتي وما كنتش هقدر احط عيني في عين شينوميا مره تانيه. بس استنى كده، هو انا لسه عايش ازاي؟ معقول هو انتوا قابلتوا بيا فكره الدفاع وهترجعوني من تاني ولا ايه؟ وبنشوف اللي حصل في الجلسه وهما بيتخانقوا الرئيس بيتدخل ويقول لهم عارف ان انتوا مش مطمنين وعاوزين تقتلوه وفي منكم اللي عاوز يحوله للسلاح، لكن عاوزكم تبصوا من منظور تاني، لو قدرنا نسيطر عليه ونضم لينا شوف هينفعنا قد ايه. فاكرين كايجو رقم 6 لما هجم علينا ايه اللي حصل واحنا بنواجهه؟ انا هقول لكم خسرنا 273 جندي ده غير الناس البراء اللي ماتت واللي زوجتي كانت ضحيه منهم. وكايجو رقم 10 شوفوا كم واحد كان هيموت لو هينو ما وقفش القنبله وساعتها كلنا كنا هنموت. انا اخدت قراري ومحدش عاودني فيكم، هينو هيفضل عضو في فرقه الدفاع ودوت هيكون على مسؤوليتي. وبنرجع تاني وهو بيتكلم معاه وبيقول له انا اتحديت الكل عشانك واتمنى ان انت تبقى قد المسؤوليه. الواد بيتاثر من كلامه وبياخد على نفسه عهد ان هو مش هيسيب اللي حصل دوت يتكرر تاني ولازم يسيطر على نفسه اكتر من كده عشان الكايجو ما يتحكمش فيه مره تانيه. وفي الوقت دوت مينا كانت ماشيه وبتجيلها رساله على التليفون وبتفرح على الاخر، ودي كانت رساله العفو عن هينو وشينوميا وهارو واشكاوا وبقيه الاعضاء وحتى النقيب هوشنا كلهم كانوا فرحانين جدا برجوعه. بس سيبك من الكلام ده كله عشان المصيبه اللي جايه اخطر واعنف بكتير قوي. ايوه هو اللي في بالك، وبنشوف واحد وهو قاعد بيتفرج على الناس وهي بتلعب شطرنج، بس ده مش اي حد، ده كايجو رقم 9. يا نهار ابيض، ده بيحاول يطور نفسه عشان يفهم ازاي البشر بيفكروا عشان المره الجايه يواجههم بكل قوته. وعاوزك تتخيل معايا ده لو عرف يلعب شطرنج هيعمل ايه يا صديقي؟ مش عاوزه كلام، كش ملك على طول. وده كان نهايه الجزء الاول من حكايه هينو، ولو عاوز الموسم الثاني اكتب في التعليقات وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. وعاوز الفيديو دوت يوصل 5000 لايك، ده اقل حاجه على العظمه اللي انت شفتها، واشترك في القناه ويلا سلام.